خطب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهل له، وأن تخلطوا الرهبة بالرغبة، فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال أيضا: واعلموا أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم، واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي.